اهلا بيك صديق الاوتاكو في فيديو جديد. احتمال تلغي اشتراكك في القناه بعد الفيديو ده، لاني هقولك فيه ازاي انمي اتاك اون تايتن ممكن يكون بوظ عقيده ثابته عندك. قبل ما ابدا يا صديق الاوتاكو ما تنساش تنزل تدوس لايك وتكتب لي كومنت قبل ما نبدا كده في موضوع الحلقه متوقع يبقى عن ايه، وكمان تحاولوا توصلوا القناه ل 100,000 سبسكرايب. انا مش طماع. في صيف 2014 حد من الأصدقاء اقترح عليا أنمي جديد لنا وقصته خطيرة. الأنمي ده أتاك أون تايتن، لدرجة إني كنت داخلة عليه بحماس شديد وقلت احتمال أشوف منه 5 حلقات كده. بس المفاجأة أنا خلصت الموسم كله وأنا قاعدة. ولكن في سؤال سألته لنفسي في 2014 بسبب أتاك أون تايتن، ليه علاقة بعقيدة ثابتة عندنا بس نسيت أدور لها على إجابة. وبعدين في 2026 بعدها ب 12 سنة رجعت أسأل نفس السؤال تاني، بس ازاي قعدت 12 سنة ناسية ادور على اجابة للسؤال ده؟ معقولة يكون الانمي عمل لي غسيل مخ ويبوظ ثوابت عندي؟ هتقولي لا 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 لا، اسألي السؤال الاول ما يمكن الموضوع يطلع عادي. السؤال هو هل العمالقة اللي في اتاك اون تايتن دول ليهم علاقة بيأجوج ومأجوج؟ وهل ايسياما كان قاصد يستوحي قصة اتاك اون تايتن من يأجوج ومأجوج؟ السؤال ده رجعت اسأله لنفسي السنة دي. ولكن قبل ما اجاوبك على السؤال يا صديقي الاوتاكو خليني اقولك الاول مين هم يأجوج ومأجوج. كلنا اتربينا على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وإن ثوابها بينير ما بين الجمعتين، وفي السورة هتلاقي شرح لقصة يأجوج ومأجوج. وللأسف بعض الناس بتظن إن يأجوج ومأجوج دول فردين بس، ولكن لا، الحقيقة إن هما قومين، بمعنى أدق شعبين، شعب يأجوج وشعب مأجوج، وهم من ذرية يافث ابن سيدنا نوح، وكانوا جبارين ينزلوا على أراضي الناس ياكلوا الأخضر واليابس، وكان ليهم صفات شبيهة بصفات العمالقة في اتاك اون تايتن. يعني قوم يأجوج كانوا بيتميزوا بطول القامة ووشهم عريض وقوتهم الجسدية جبارة، أما قوم مأجوج فكانوا بيتميزوا بكثرة عددهم وسرعة حركتهم، وعينيهم ضيقة وصغيرة، وبياكلوا ويشربوا بسرعة جدا، والاتنين كان عددهم مهول ما يعرفش عددهم غير ربنا سبحانه وتعالى، وكانوا شغالين إفساد في الأرض في كل حتة، ما كانش حد بيترحم من أذاهم. ولكن لما ذو القرنين عدى على القوم اللي بيتأذوا من يأجوج ومأجوج طلبوا منه المساعدة في انه يمنع الأذى ده عنهم، وهو وافق انه يساعدهم، وفعلا قدروا يبنوا سور عظيم يمنع قوم يأجوج ومأجوج من النزول على أراضي قوم آدم تاني ويتسببوا في دمارها وإتلافها. والسور ده هما بيحاولوا يهدوه كل يوم، ولكن برضه بيتجدد كل يوم لغاية ما هيجي يوم فعلا وهيتهد وهينزلوا على الأرض كلها ويفسدوها ويدمروها، لدرجة ان هما هيظنوا ان مفيش حد هيقدر عليهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليهم عقابه وهيدمرهم. باختصار شديد دي قصة يأجوج ومأجوج. هتقولي ايوه يا ايه التشابه ما بين يعني قصه يأجوج ومأجوج واتاك اون تايتن؟ هقول لا، شغل دماغك شويه معايا وهشرح لك دلوقتي التشابه. بس قبل ما اقول لك التشابه خليني اقول لك التخوفات اللي عندي. انا كواحده اتعودت اني اقرا سوره الكهف كل يوم جمعه الحمد لله، واقرا عن تفسيرات عن قصه يأجوج ومأجوج. اول حاجه جت في بالي لما اتفرجت على اتاك اون تايتن ان العمالقه اللي كسروا الاسوار ودخلوا على الارض وبداوا ياكلوا الناس دول ان هم يأجوج ومأجوج او يشبهوا يأجوج ومأجوج. ومش هكدب عليك يا صديقي الاوتاكو، اتضايقت جدا. ليه بننقل قصه قيمه زي دي بالطريقه دي للانمي؟ هو ده يجوز اصلا انه يتم عرضها كده؟ وساعتها لما انا كنت اصغر كانت عقيدتي اقوى من كده، اللي هو لا، انا ما اقبلش باني استغل قصه قيمه زي دي عندنا ومذكوره في القران ان هي تتعرض في الانمي بالطريقه دي. ولكن الانمي كان حلو، شدني جدا وخلاني متحمسه اعرف الاحداث وايه اللي هيحصل للناس اللي جوه الاسوار، هل هينجوا؟ والعمالقه دول جايين منين؟ فجاه قصه يأجوج ومأجوج اتمسحت من دماغي، وقلت لنفسي لا لا لا، ده ملوش علاقه بالانمي، دي قصه عاديه بيتم طرحها في الانمي. يأجوج ومأجوج محبوسين جوه الاسوار، انما هنا العكس تماما، البشر هم اللي محبوسين جوه الاسوار. بدات ادي لنفسي مبررات ان القصتين ما لهمش علاقه ببعض. والسنه دي انا دورت في الموضوع، هل ايسياما كان قاصد انه ياخد القصه دي ويعمل عليها انمي؟ للاسف مفيش اي حاجه واضحه
واضحه بتقول ان هو كان متعمد يعمل كده، بس لقيت ان في ناس غيري اتكلمت في موضوع التشابه ده، ودلوقتي هنتكلم عن نقاط التشابه. واحد، الاسوار والسد. في الانمي موجود 3 اسوار بتحمي البشر من العمالقه، وده يشبه جدا السد اللي بناه ذو القرنين عشان يحمي الناس من ياجوج وماجوج. خروج العمالقه الرامبل متشابه جدا مع خروج ياجوج وماجوج في اخر الزمان وانطلاقهم على الارض. التشابه الثاني، العمالقه في قصه اتاك اون تايتن من اصل بشر تماما زي ياجوج وماجوج اللي هم من اصل ادم. وهنا هتقول لي ايه يعني يا ايه؟ هل ايسياما اجرم لما استمد قصه اتاك اون تايتن من ياجوج وماجوج؟ اصلا لو ده كان حقيقي ومش مجرد خيالات في دماغك هقول لك لا، ايسياما ما اجرمش، وممكن ما يكونش عنده فكره ان دي حاجه موجوده جوه العقيده الاسلاميه، وممكن يكون قراها باي شكل من الاشكال والهمته لفكره اتاك اون تايتن، لان احنا هنا مش بنحب نظريات المؤامره. ومش عايزين ننكر برضو ان انمي اتاك اون تايتن انمي عبقري وليه شعبيه كبيره وانتشر بسرعه ولغايه دلوقتي منتشر، وناس كتير حول العالم اتفرجت عليه، وهي دي بقى المشكله، ان انمي زي ده لما يتفرج عليه شاب صغير او حتى كبير ويزرع جواه القصه دي بدون ما يعرف مصدرها، يبقى كده الانمي بيلعب في العقيده. وبدل ما يخلي ان ياجوج وماجوج عقاب الهي في نهايه الزمن على شرور البشر ومن علامات الساعه، لا، ده مطلعهم مظلومين، والمارلي وباقي العالم شايفينهم شياطين. والانقح ان خلى تدمير اهل بارادايس للارض حاجه مشروعه ليهم بسبب الحبسه والعنصريه اللي اتمارست ضدهم. انا بكرر تاني، ممكن ايسياما ومنتجين اتاك اون تايتن ما يكونش قصدهم كده اصلا، بس هي دي المصيبه، ان الانمي بيصدر افكار بتلعب في العقيده وبتخلي حد ممكن تكون عقيدته ضعيفه يبدا يفكر في افكار شاذه زي هل ياجوج وماجوج فعلا يستحقوا الحبس؟ لان الجمله دي اتقالت قدام حد عزيز عليا ونقلها لي. وحتى يا صديق الاوتاكو لو انت عقيدتك قويه باذن الله وما بتتاثرش، ده بيخليك مع الوقت بتألف القصص دي. وعشان كده انا جايه اقولك ان الانمي خطر، والفتره الجايه توجه القناه هيختلف، وهنوضح لك فيه ونوصف لك فيه خطوره الانمي، ولازم ننقي احنا بنتفرج على ايه وايه الافكار اللي بتخش دماغنا، وكمان نفسنا ننتج انمي كده محترم يليق بينا كمسلمين وكعرب. احنا عندنا تراث قوي من القصص نقدر نطلع منه انميات كتير زي قصه ياجوج وماجوج. وكمان يا صديق الاوتاكو بقى عندي رعب نشبه التقليد بالاصل. يعني ايه الكلام ده بقى يا ايه؟ بس دي منطقتي بقى، انا جبتك في الحته اللي انا عايزه اكلمك فيها بقى يا صديق الاوتاكو. الطبيعي انك تبقى عارف قصه ياجوج وماجوج وتبقى الاساس عندك، ولكن نفترض انك مش عارف واتفرجت على انمي هجوم العمالقه وبعدين عرفت قصه ياجوج وماجوج، خايفه جدا من جمله ايه ده قصه ياجوج وماجوج تشبه قوي اتاك اون تايتن. وقتها هتكون دي المصيبة الحقيقية يا صديق القدام، لأن هنا الأصل بقى تقليد والتقليد بقى أصل، وكده العقيدة نقول عليها يا رحمن يا رحيم. وهرجع تاني وأكررها يا صديق الأوتاكو، سم الأنمي مش في أفكاره ولكن في التعود على أفكاره. يعني حتى لو عقيدتك قوية ما شاء الله وفاكر نفسك إنك مش بتتأثر، أحب أقولك لا يا صديق الأوتاكو وألف لا، أنت بتتأثر، وكتر الفرجة بمرور الوقت هيخليك تتعود على القصص دي. وفي النهاية يا صديق الأوتاكو أتمنى تكتب لي رأيك في الكومنتات على الكلام اللي أنا بقوله، حتى لو كنت معترض عليه، وانزل على الديسكريبشن وتابعني على كل منصاتي، واوعى ثم اوعى تخرج من غير ما تعمل سبسكرايب، وقول معايا يوش ايكيموشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.